يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو نزلناه مع بعض، وانا بجد انتوا وحشيني جدا بطريقه مش طبيعيه. جايه لكم بقى النهارده بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي تحت اشتركي في القناه. وكمان فعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو الفيديو عجبك واتفرجتي عليه وحسيتي ان انت استفدتي منه، ما تنسيش بقى تنزلي تحت. لو انت جديده تنزلي تكتبي لي كومنت حلو كده من قلبك ليا، عشان انزل ارحب بيكي في القناه معايا. وكمان ولو انت بقى مشتركه تنزلي تحت تسيبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انتوا لسه فاكريني وما بتنسونيش. ها، النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد. قلت اقوم كده فيديو نهايه الاسبوع، اقوم اروق على الشقه بقى بدل ما هي تروق عليا تاني يوم واحس انها جابت اخرها. فقلت الحق يعني اروق كده ترويقه نظيفه، مش ترويقه عميقه، يعني هي ترويقه تخص كده نص الاسبوع. انت بتبقي منضفه بقى اخر الاسبوع او اول الاسبوع على حسب الجدول بتاعك. بس احنا عندنا حاجات كده لو عملناها تريكات، لو عملناها هتفيدك بقى بقيه الاسبوع بتاعك. يعني لو انت مثلا بتمسحي الشقه بتاعتك او بتنضفي التنظيف العميق مره كل شهر او مره كل اسبوع او مره كل 10 ايام. على فكره بشوف ناس بتحافظ على شقتها نظيفه لحد مرة كل شهر. بس مش عارفة الجزئية دي كلنا نقدر نعملها ولا لأ. أنا عموما يعني مش بقدر، يعني عامة أنا كل أسبوع يعني لازم الشقة بتاعتي يبقى فيها تنظيفة عميقة ومسح أو مسحة كويسة كده وتلميع على الخشب تلميع على الرفوف. بس برضو مش كل الناس ايه زي بعضها. المهم بقى الروتين النهارده مش عايز ولا كلمه. بصوا انا عايزه اقول لكم ان هو نص الروتين برضو. بلاقي الفيديوهات طويله جدا، مش عايزه اطول عليكم ومش عايزه تتضايقوا مني. المهم بدأت بأوضة النوم زي ما انتم شايفين كده. أوضة النوم كانت عايزة ترتيب، قلت لأ خلينا بقى ايه نظبطها كده الأول، وبعد كده نخرج عندي على الريسبشن. كان عندي اليوم ده درس بدري لميرا والمدرسة جت ومشيت. بعد كده قلت ايه، خلاص على ما ترجع تاني بقى لابني التاني يكون رجع من المدرسة اكون انا عملت الريسبشن قبل ما هي تيجي، لان هي جت اصلا ادت ميرا قبل ما انا اروق الريسبشن. فقلت بقى خلاص خلال الفترة دي ادخل يعني اعدل واظبط الأوضة على فكرة كانت نظيفة، بس انا قلت هديها تلميعة كده. انا فرشة فيها حافظة يعني سهلة معايا ان انا هلمعها كده على طول. والله عايزة اقول لكم يعني القرفة بتاعت الأوضة دي قرفتها قمر. بصوا ما كملتش معايا بالضبط نُص ساعة كنت خلّصتها كلّها. لمّعت الكومودينوهات، أنا مسرّعة في الفيديو طبعًا عشان مش عايزة أطوّل عليكم أوي. لمّعت الكومودينوهات، لمّعت التسريحة، لمّعت العسكري كلّه كده بالبليدج هوا. ما كمّلتش فيها حاجة خالص. وريتكم بقى الأول فأنا على طول دخلت كده بالبليدج بالفوطة بتاعتي، هي فوطة واحدة. أنا ما كنتش واخدة بالي أصلًا يعني إن هي فيها ترابة. ولمّا قُمت من النوم لقيت فعلًا فيها تراب على الرخام. الرخام أنتم عارفين بيشيل تراب كتير والدنيا بتبقى مش متضبّطة. بصراحة باحس بكآبة في أوضتي. فقُلت لأ ما بدّيهاش بقى، أنا هاقوم واشتغل واشوف كده إيه اللي ورايا عشان خاطر الجو الساقعة ده. مش محتاجة إلا كوباية شاي بلبن أو كوباية نسكافيه أو كوباية سحلب وتقعدي بقى تدفي في السرير وتكسلي. وطبعًا إحنا ورانا فاهمين، ورانا مسؤوليات وورانا دنيا وورانا ولاد وورانا بقى كنا اليوم ده هنعمل شوربة عدس. فبُصّوا اليوم ده كان ساقعة. لبست الأول حاجة تدفيني عشان أحس إن أنا هاقدر أشتغل. هاقول لِك بقى على معلومة كويسة. طول ما أنتِ مش واكلة كويس، مش فطرانة، مش متدفية، مش هتقدري تقومي تعملي أي حاجة من على السرير. مش هتقومي من على السرير، مش هتقومي من على الكنبة بتاعتِك، مش هتتحركي. فأنا لمّا بيكون عندي شغل من ده باعمل إيه، هي حاجة واحدة، أتدفى كويس وآكل واشرب بقى كوباية النسكافيه أو كوباية القهوة بتاعتي كده برواق وبمزاج. قومي بقى اعملي أحلى شغل. يعني روّقي على نفسِك الأول مش بعد ما تعملي. قومي روّقي الأول على حالِك كده واعملي لِك كوباية شاي، فطار حلو، كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، هتلاقي صباحِك قمر. المهم قُلت لأ بقى ما بدّيهاش. بصراحة ناس كتير كتبت لي في الفيديو اللي فات كلام حلو ربنا يخليكم ليّا. وفي كلام يعني في ناس كتبت لي بعض الكلام. مثلًا في حد كتب لي إن كل حاجة يعتبر في شقتي مش عاجباه. كتبت لي الشرشوبة وسخة جدًا. على فكرة والله مش وسخة، دي جديدة، ده أنا لسه جايباها. كتبت لي الملايات بتاعتِك مش متوفّقة، مش حلوة غيّري الملايات. كتبت لي فرش الأنتريه مش حلو، ألوان شقتِك مش حلوة. بُصّي أنا عايزة أقول لِك على حاجة والله العظيم، أنا ما عنديش مشكلة خالص في اللي هتكتبيه أو اللي بتكتبيه. أنا باخد الكلام كلّه بصدر رحب. فأنا يمكن أنا باحاول أغيّر أو أحاول أجدد على طول. ده الأول الجواب بتاع بنتي، أنا كنت خالياه كده على التسريحة عشان أنا باحوّش الجوابات اللي هي بتكتبها لي من مِنّة.
المهم يعني أنا أنتِ حضرتِك ليكِ ذوق وليكِ إمكانيات تقدري تغيّري أو تقدري تجدّدي أو تقدري كده. أنا إن شاء الله والله العظيم أنا بقى لي فترة كبيرة لو أنتِ من متابعين القناة، أنا بقى لي فترة كبيرة باقول إن أنا هاجدد أو هاغيّر، بس سبحان الله كل أمّا باجي أقول هاجدد أو هاغيّر، تملّي بيحصل معايا ظرف بيعكس معايا اللي أنا هاعمله، فبيبقى غصب عني. فلو تستني عليَّ أو تهدي عليَّ أو تقولي لي حاجة، أنا كده إن شاء الله ناوية أغيّر، بس حاجات أنا اللي من جوايا حابة إن أنا أغيّرها، وبعد كده هاسألكم رأيكم فيها. لو عجبتكم طبعًا أكيد هافرح، لو ما عجبتكوش أكيد باحاول بعد كده باشوف إيه اللي ناقصني تاني وهاعمله، بس ما أقدرش في يوم وليلة تقولي لي غيّري طقمة الملايات، الصالة، الreception الألوان وحشة، الأنتريه، الشرشوبة، لأ، كتير عليّا، فاهدي عليّا شوية وقولي لي حاجة كده وأنا إن شاء الله وإحنا سوا هنغيّر، بس بلاش يعني تكئبيني عشان أنا بجد الكومنتات كتيرة أوي خلّتني جالي اكتئاب، خلّتني يعني أحس إن أنا مش حابة البيت أو مش حابة شقتي، فقولي لي أو غيّري الطريقة يعني فاهمة، قولي لي حاجة تانية، قولي لي يا ريت تغيّري كذا أو غيّري كذا، إيه رأيِك لو تغيّري كذا؟ أنا باجي كده أوي على فكرة، إنما ما باجيش بالطريقة اللي هي بتاعة ده وِحِش وده وِحِش وده وِحِش وده وِحِش وده لازم وده لازم، ده لازم، لأ، مش هاجي كده أبدًا. فأنا عارفة إن أكيد أنتِ حابة تشوفيني أفضل، بس يعني خلّي في الكلام فيه تفاؤل شوية، وأنا إن شاء الله الفترة الجاية عندي ليكم كام مفاجأة ورا بعض، وكام تغيير ورا بعض إن شاء الله هيعجبكم. أنا ناوية أهتم بإذن الله، وإن شاء الله الفرصة تكون جاية فعلًا، وناوية أهتم الفترة الجاية دي بالشقة عندي. كان في عندي أولويات، أنا معايا أولاد في عندي أولويات، أنا كل مثلًا أمّا أجمّع فلوس للعفش اللي أنا هاشتريه، والله العظيم لازم بيحصل دربكة عندي أو بيحصل دربكة في أساسيات في البيت. يعني أمّا ألاقي نفسي مرّة مثلًا جاي لي 1000 وشوية كهربا، جاي لي مش عارف إيه، غير دروس الولاد، غير مواصلات، 3 ولاد، وغير أكل، غير شرب، غير حياة، غير دنيا، غير غرامة مش عارف إيه، غير ترخيص عربية، غير تصليح عربية. فبُصّوا بالاقي الدنيا اتكركبت من حواليّا، وبالاقي إن في أولويات أكتر من إني أغيّر، فاهمين قصدي؟ يعني أنا عندي أولويات تانية، فإن شاء الله الفترة الجاية دي ناوية بإذن الله لو ما حصلش أي عواقب إن إحنا نعمل تغييرات حلوة كده في قلب الشقة، بإذن الله هتعجبكم. قبل العيد وقبل رمضان وقبل الدبكة دي كلها، الفترة الجاية دي على طول في تغريات ح تغ تغييرات، تغييرات حلوة جدًا هتعجبكم. المهم أنا كده خلّصت الأوضة فنّشتها. بُصّي بقى أنا لمّعت رخام، لملمت بقى الأرض بتاعتي كده، عملت بقى بالموب عشان الشرشوبة بتاعتي مش عاجباكم، فأنا مش عايزة أعمل حاجة يكون حد متضايق منها أو حد شايف إن الشكل مش عاجبه. فهي كده الأرض عندي كانت نضيفة، حتى أنا ما كنستش يا دوبك الموب دي. وبعد كده على طول أول لمّا الأرض نشفت رُحت إيه فارشة الحافظة بتاعتي. الحافظة بقى دي اللي هي كانت في الreception 2 يعني كانوا في الreception، أنا فرشت واحدة منهم بصراحة في الأوضة دي. قُلت بدل ما أنا كده شِلتها بقى وحطيت الغيارات اللي هي التقيلة في الreception، قُلت لأ هنا الحافظة دي بُصّوا مكفية وموفية، وأنا كمان تانياها من الجنب كده عشان تيجي مقاس الأوضة يعني. بس فكده الأوضة بقت زي الفل بُصّوا بتبرق. في الآخر بقى خالص لقيت إن أنا أصلًا ما لمّعتش الإزاز بتاع المراية، وبابُص كده فيه وأنا باصوّر لكم بصراحة. بُصّوا الموضوع عندي مش قصة إن أنا كشغل كده وخلاص وأنا صوّرت لكم وأنتم مش شايفين، لأ أنا فعلًا باشوف الحاجة مش نضيفة باعيد عليها، فاهمين؟ فمش مسألة شغل ولا هو تصوير ولا الكلام ده كلّه. أنا لقيتها بعد ما خلّصت لقيت إن المراية فعلًا فيها تبصيمات كده، هي بسيطة بس برضه قُلت لأ خلّينا كده نفنّشها بحيث إن أنا أخرج من الأوضة وأنا شايفة إن الأوضة ما شاء الله زي الفل. قعدت بقى أبلة تكتب الواجب بتاعها وبُصّوا هنا كانت مجنناني، جاية رايحة جاية ورايا مش عايزة تسكت. قعدتها كده وسِبتها يعني تشتغل في الكراسة بتاعتها، ورُحت خارجة بقى على الreception. بُصّوا كان متبهدل أوي وكنت محروجة أوي لمّا الميس جات. إن هي جات والمنظر كده طبعًا هي بتيجي الصبح وأنا كنت صاحية اليوم ده متأخر مش بدري، فكنت الأول باصحى قبل ما هي بتيجي. اليوم ده متهيأ لي كنت نايمة متأخرة، فقُلت لأ لازم بقى هي مشيت وبتستنى شوية بتدّي درس تاني يعني، وبعد كده بتيجي إيه تدّي ابني يكون محمد مثلًا جه من المدرسة. بس فأنا
كان بقى لي بقى فترة كبيرة جدًا مش باودّي ميرا الحضانة، جِبت لها بقى مُدرّسة تأسيس. ليه؟ لإني أنا خلاص ما بقيتش أتفائل بجو الحضانة، أنا عندي هي كل ما بتنزل حضانة لا إما بيعيا، لا إما بيحصل عندي ظرف، لا إما بيطلع لها حبوب كده في وشّها. على فكرة الحضانة كويسة جدًا ونضيفة جدًا إن أنا مودّياها لها، يعتبر أكاديمية وفيها تأسيس وفيها كورسات يوسيماس والكلام ده كلّه، بس أنا بنتي هي اللي مش جاية على جو الحضانة، وبعدين أنا ميرا كبيرة بس يعني اجتماعية المفروض، بس بتفضل تعيّط لحد ما أرجع لها آخُدها، أنا باسمع عياطها ممكن أخرج أقف برّه نُص ساعة ألاقيها بتعيّط متواصل مش عايزة تبطّل عياط، ولمّا بتقعد شوية هادية بعدها بترجع تعيّط تاني يعني فاهمين؟ فأنا بصراحة لقيت إنها مش جاية في الجو ده، خلاص جِبت لها بقى مُدرّسة تأسيس، لإن إحنا يعتبر مش بنستفاد. مش الحضانة وِحشة لأ، الحضانة كويسة جدًا، جدًا، مستواها حلو أوي، بس أنا مش بالحق أستفاد منها فاهمين؟ مش عارفة آخُد إفادتي منها، فجِبت لها كده مُدرّسة تأسيس في البيت والحمد لله هي ماشية معاها كويس، قُلت فترة بس على ما تتعوّد شوية كمان أرجع تاني أعرض موضوع الحضانة ده وأدخّل لها تاني الحضانة. بس، فزي ما أنتم شايفين كده بقى بدأت إن أنا إيه، ألملم كده، لمّعت الترابيزة، لمّعت الكراسي نفّضتها كده، أنا كنت لسه على فكرة والله ملمّعة قبليها بيومين. فأنتِ بقى لو عملتِ التريكات دي في نُص الأسبوع هتلاقي إن الشقة بتاعتِك على آخر الأسبوع ممكن ما تمسحيهاش، ممكن برضه تدّيها تلميعة كده، تلميع خشب، تلميع ترابيزة، ممكن تعملي على فكرة ده روتين في نُص الأسبوع. يعني أنا مسحت النهارده أهو عملت روتين قوي، هل أنا بقى عشان أحافظ على الروتين ده هاقعد مأنتخة كده جنبه يومين، 3 أسبوع، لأ، خلّيكِ بقى يعني تقدري تحافظي على اللي أنتِ عملتيه، إزاي بقى؟ هاعمل مثلًا في نُص الأسبوع هاعمل كده جدول لنفسي. أنا النهارده مسحت وعملت روتين عميق وخلّيت الدنيا زي الفل، أعمل إيه بعدها؟ في نُص الأسبوع مثلًا أروح ماسكة كل الترابيزات اللي عندي، كل المرايات، كل الأزرار بتاعة المفاتيح، اللي هي الأكباس بتاعة المفاتيح، الرخامات بتاعة المطبخ كده، كده يوميًا بتتمسح، المطبخ بتاعي ببليدج كده من برّه من فوق الوش كده. بُصّوا هتلاقي الحاجات دي بتفرق جدًا في نضافة البيت، خدوا بالكم إن في حاجات يعني أنا باشوف ناس السفل بتاع السيراميك ده مش بتمسحه، باشوف ناس الأكباس بتاعة الكهربا يعني يمكن عليها جَلَخ من كتر ما هي ما حدش بيمسحها، لأ الحاجات دي على فكرة بتفرق جامد جدًا في نضافتِك كسِت بيت، يعني بتخشي البيت كده تبقي في حاجات صغيرة ما يفهمهاش إلا ستات البيوت، فاعملي يوم كده تعملي الأزرار بتاعة المفاتيح، يوم تعملي النجف، يوم تعملي أنا مش باعمل النجف لإني أنا باستنى حد صراحةً ييجي يعمله لي، أنا لمّا بابُص فوق كتير ممكن أقع باموت، يعني أنا آخر مرّة بصيت فيها فوق نزّلت ستارة قعدت رقدت في السرير بتاع أسبوعين، لإني بعدها وقعت وقعة على ضهري كان ضهري هيتكسر، بادوخ وباقعد يعني ممكن بعد ما أنزل كده ما يجراليش حاجة، يعني بعد ما أعلّق حاجة أو كده وأبُص فوق ما يجراليش حاجة، بعدها ييجي بنُص ساعة كده ممكن تلاقوني وقعت، وقعت على وشي، وقعت على ضهري، مش باعرف. فأنتِ اعملي روتين لنفسِك، يوم الشبابيك، يوم الألمونتال، بُصّوا أنا وأنا ماشية كده شغّالة في الشقة بتظهر لي حاجات باعملها، يعني ما تقوليش لأ اللي هو فوق الوش كده وهالمّع وهاكنس وهاروّق الأنتريه يبقى أنا خلّصت، لأ، لون الخشب بتاعِك ده وهو مجيّر أو عليه تبصيمات، لون الشاشة بتاعتِك، الرخامات، الجزامة، أي حاجة من دي بتفرق، لو بتحطّوا كراكيب على الترابيزة لأ شيليها، باشوف ناس بتحط ورق، بتحط مش عارف إيه، بتحط إيه، لأ. حاولي تخلّي المنظر على قد ما تقدري يكون كويس، طبعًا باعتذر لكم بقى إن أنا هنا مسرّعة، أنا يعني على قد ما قدرت كده قلّلت في مدة الفيديو، لإني زي ما أنتم شايفين في الفيديو كل شوية باقعد واشوف ميرا عايزة إيه، بتسألني عن إيه، في حاجات مش عارفة تكتبها، فأنا مخلّية إن أنا إيه، إن هي ما تسيبش المذاكرة لحد ما أنا أخلّص، فقُلت لها إيه خلّينا نشجّع بعض، أنتِ تخلّصي اللي وراكِ وأنا أخلّص اللي ورايا فاهمين؟ قُلت لها نشوف بقى مين هيخلّص الأول، بُصّوا اتشجّعت مش قادرة أقول لكم خلّصت كل الواجب اللي وراها وما كانتش لسه الميس كمّلت ساعة بعد ما مشيت. لمّعت كمان الضلفة بتاعة الألمونتال دي اللي بنخرج وبندخل منها للبلكونة، تملي بيبقى فيها من النُص اللي تحت كده تبصيم مطرح إيدينا، مطرح إيد الولاد كده، فرُحت مدياها تلميعة بالمرّة إن الألمونتال عندي نضيف كُلّه، هو الحتّة دي بس الجزئية دي عشان أنا خلّيت الدخول والخروج مش من النُص خلّيته إيه، من الجنب كده. بس زي ما أنتم شايفين كده بقى جِبت الموب وحطيت فيه جنرال وحبّة مَيّة، وبعد كده هابدأ ألمّع كل السيراميك اللي باين عندي. مش قادرة أقول لكم إن يعني الريحة لوحدها في اليوم ده بتبقى كإنِّك لسه ماسحة الشقة، بتبقى جميلة، كإنِّك بيبقى ليها رونق كده وبيبقى ليها تحسّوا إن هي لسه ممسوحة والدنيا هادية وبالذات في الشتا، يعني بتحسّوا بروايح الشتا كده مع النضافة بتبقى حاجة خطيرة. مش عارفة يعني الناس فاهمة قصدي، فاهمة الجو بتاع النضافة والشتا وأنتِ قاعدة بقى بكوباية النسكافيه
والدنيا هادية ونادية ورايقة جنبِك، فبصراحة بتبقى الدنيا متضبّطة، بتبقى نفسيتِك حلوة. خلّصت بقى النُص بتاع الreception ده كده من جوّه، وبعد كده شِلت الترابيزة اللي هي بتاعة البلكونة دي دخّلتها جوّه. وهندخل كمان على الجزامة، يا ريت بقى لو وصلتِ لحد هنا في الفيديو واستفدتِ منه أو الفيديو عجبِك تنزلي تحت تدوسي على علامة الاشتراك لو لسه مش مشتركة، وكمان تدوسي على علامة اللايك، ولو أنتِ مشتركة معايا تنزلي تحت تسيبي لي كومنت حلو ودعوة حلوة من قلبِك ليّا كده إن ربنا يكمّل اللي في دماغي كده على خير، وأقدر إن أنا في كذا حاجة أنا يعني أولويات عندي وفي كذا حاجة جه عليها الدور نِفْسي ربنا يكمّلها لي وأعملها، نِفْسي أوي، أنا باحب التغيير جدًا وباحب التجديد، فبإذن الله أنا نويت ورميت توكلي على ربنا، فإن شاء الله خير الفترة الجاية هتتبسطوا أوي على فكرة وهتحسّوا بتغيير كبير في الشقة. بُصّوا السجادة بقى أنا يعني ما باخبّيش حاجة، السجادة دي السجادة عامةً الشاك ده تقيل جدًا، فمن كتر التنفيض السجادة دي اتشقِّت من النُص، تالت مرّة أخيّطها، آخر حاجة دي قالوا لي هاتي خيط يكون زي الخيوط بتاعة السجادة نفسها، فأنا هادوّر على الخيط ده وهاخيّطها المرّة دي تاني لإني هي سليمة، هي اتشقِّت كده من كتر ما إحنا صراحة ربنا هو ما بينضفش السجاد ده إلا لمّا تقلبيه على ضهره وتشديه وتفضلي تدبّي فيه، فأنا كنت على طول باعمل كده فاتقطعت منّي، فبصراحة ربنا السجاد ده غالي دلوقتي جدًا عشان تجيبوه، وما فيش حد دخل عندي غير ما شاء الله شكر فيه وقال لي السجاد ده تحفة، بس هو كعملي لأ هو مش عملي، هو بيطلّع عيني على ما انفّضه واحس إن هو نضف والفرو بتاعه يعني هش كده، لمّا بيقعد كتير مش بتنفّضيه كويس تلاقيه هبط كده ما بيبقاش حلو. بُصّوا بقى السجادة يعني اتقطعت منّي مش عارفة أرجّعها تاني، هي واحدة بس اللي اتقطعت إن شاء الله هاعرف أخيّطها أو أودّيها عند حد مثلًا يسرفلها، مش عارفة يعرف يسرفلها والّا لأ. أو رَفّة مش عارفة، المهم يعني المكنسة بتاعتي بقى على قد ما هي تقيلة باحتاج لها بس في السجاد ده جدًا، المكنسة دي قوة شفط جبارة توشيبا جبارة، بتشفط السجادة وتطلّعها معايا وبُصّوا باحس إن هي بصراحة طلّعت اللي جوّه السجادة، السجاد ده رخم أوي في تنضيفه. بس تقيلة جدًا المكنسة لمّا تيجي تشديها وتجرّيها بجد أنا بانهج نهجان يا جماعة وأنا باكنس بالمكنسة بتاعتي دي، تقيلة عاملة زي التُهمة. المهم إن هي قضت الغرض وخلّصنا كده الreception خلّيناه بيبرق، قُلت بقى خلّينا نخش زيادة تأكيد نعمل حتّة البخور القمر دي اللي هو جاي من عند الكعبة، خطير وريحته تحفة وخايفة يخلص من عندي صراحةً كانوا جايين لي هدية، الحتّة بقى الصغيّرة اللي أنا عاملاها اللي هي على ما تفهموهاش غلط، اللي هي على المبخرة دي، بُصّوا خطيرة، بُصّوا بتقلب ريحة البخور أنا حطيت بودرة برضه وحطيت الحتّة دي بقى، الجزء ده أمّا بيتحط يا لهوي على الريحة، خطيرة، ريحة البخور ده بيخلّي ريحة الشقة جنان تحفة، حطيتها بقى برّه كده زيادة تأكيد بقى للريحة الحلوة والنضافة، باحب أوي أعمل الحركة دي بعد كل نضافة، دخلت الأول أوضة نومي بخّرتها، كنت منضفاها ومخلّيها زي الفل، وبعد كده نخرج بقى على الreception ونشوف بقى القمر، بُصّوا الريحة الحلوة مع النضافة والسجاد لمّا هاش كده ونضف بُصّوا تحفة.